السلام عليكم. تعالوا بقى كده في الغلا اللي احنا فيه ده، وربنا يعين الجميع. نعمل بربع كيلو لحمة مفروم، بس صينية بشاميل، حتى كمان من غير لبن ولا بيض ولا حتى شوربة ولا جبن ولا اي حاجة من الحاجات دي، وهقولك ازاي تطلعيها بطعم احلى مما لو اتعملت بالمكونات المكلفة دي كلها. تابعي معايا بقى الفيديو للاخر علشان تعرفي التركات. اول حاجة، طاسة على النار فيها 3 معالق كبار من الزيت. أول ما يعني يدفوا هنزل عليهم ببصلتين مقطعين مكعبات، التقطيعة هنا بتفرق. وأول ما تشف البصلة يعني وتدبل كده، أروح نازلة بقى بربع كيلو من اللحمة المفرومة. قلبي بقى كل الكلام مع بعضيه وشوحيه. وخلاص بعد ما خدت لون معايا اللون البراون الفاتح ده يعني، اروح بقى نازله بتركه بتخلي طعم العصاج جميل وتنقله في حته تانية. برضو بصلايه صغيره مقطعه مكعبات. هنا انا جمعت بين تسكيرة البصل الفريش والبصل اللي انا دبلته. ننزل عليها بقى بالتوابل، شوية فلفل اسود وكزبرة وكمون وبهارات اللحمة ورشة من السكر. هنزل على العصاج بتاعي ب3 قرون كبار فلفل رومي، ويا سلام بقى لو فيهم حامي بيخلي الطعم جميل. انا كده بضاعف الكمية من غير ما استخدم اي حاجات مش مرغوب فيها في الطعم، زي مثلا الجزر والكوسة والبطاطس والحاجات دي. احنا بنعمل عصاج اساسي لصينية المكرونة. هضيف بقى بعد ما خلاص عملوا مع بعض حبيتين طماطم كده مقطعهم برضو مكعبات. وهنا خلاص العصاج معايا خلص وتسبك وبقى جميل. هعمل الخطوة التانية معاكم، وهي البشاميل. وفي الحقيقة انا ما جاتش اللقطة بتاع ان انا يعني اي حاجة تخص المكرونة وانا بسلقها وكده، ما جاتش للأسف. دي الحلة اللي أنا سلقت فيها المكرونة. نزلت فيها ب5 معالق مادة دهنية أيا كان يا جماعة، زيت أو سمنة، بس الأفضل الزيت والسمنة طبعا. ونزلت عليهم بقى بحبيتين من الحبهان وورق اللورة. وأول ما ريحتهم طلعت معايا نزلت ب5 معالق من الدقيق، يبقى 5 دقيق قصادهم 5 مادة دهنية. وقلبتهم كلهم لحد ما يعني الريحة تطلع. انزل بقى بالتوابل وشوحيها. انا بعزز طعم البشاميل لان انا مش هستخدم له لا لبن ولا شوربة. شوحت انا بقى معاهم هنا كيس من مرقة الدجاج يا جماعة، ورشة من جوز الطيب وشوية فلفل اسود وكزبرة. ونزلت عليهم بقى بلتر من المية المغلية. انتوا شايفين حتى الكتل وانا جايباه، ونزلت عليه بالخليط. وقلبي قلبي قلبي علشان خاطر ما يتكتلش معاكي. معايا هنا بقى الإضافة دي اختياري، معلقة كبيرة من اللبن البودر، يعني نص الكيس اللي بنشتريه يا جماعة من بره ده اللي انتوا عارفينه. انا بجيبه سايب بصراحة، فانا بقى ايه، ضفت معلقة واحدة عشان تعزز الطعم. خلاص عملته، شايفين نازل ازاي كريمي وجميل. بس انا بحب احطه في الخلاط عشان يفتح معايا، لاني طبعا مش مستخدمة لبن او شوربة، فاللون بتاعه يبقى غامق سيكة كده. هنزل عليه بقى بمكون سري معايا هنا، ربع معلقة من البيكنج باودر. هو ده اللي بيخليها لو قعدت اسبوع في التلاجة جوسي وكريمي وخطيرة، وبيبقى فلافي كده يعني هش كده وجميل. البشاميل بتاعنا شايفين الصوص يجنن ازاي. انا بقى هنا طبقت صينيه المكرونه، وانا كله ده فاكره ان يعني الموبايل الكاميرا بتسجل، وما اعرفش انه يعني فاصل اصلا. حطيت شويه دهنت الصينيه وضفت رق من البشاميل وعليه رق من المكرونه. والمكرونه دي مسلوقه في ميه وملح وشويه زيت، وصفتها سلقتها 3/4 تسويه يا جماعه. وضفت البشاميل العصاج اللي انا عملناه مع بعضينا في النص، وضفت عليه بقى اخر طبقة من المكرونة. وضيفي بقى اخر حاجة البشاميل. لا تحط قدامكم جبن ولا اي حاجة من الحاجات دي. وطلعت جميلة. هدخلها على فرن يعني سخن بقى مولع، على درجة حرارة 200. قعدت بالظبط يعني ما كملتش نص ساعة، وطلعت معايا بالجمال اللي انتوا هتشوفوه ده. شايفاه ما شاء الله تجنن، واخده لون مظبوط وحاجه ما شاء الله. يا دوبك وعلى فكره ربع كيلو اللحمه فاض منه يجي 3 4 معالق كده كمان يعني، ما استخدمتش الكميه كلها. تعالي بقى نقطعها مع بعضينا. انا بحبها سخنه مولعه كده زي ما انتوا شايفين، البخار طالع منها.
ما بحبش بصراحة اللي هي باردة دي. شايفين، انا احب بقى اللي هو السايح والنايح ده، انما القطعة دي في ناس هنا معايا في البيت بيحبوها قطعة كده برضو. يعني مش حرماكم من حاجة، في السايح والنايح وفي القطع. ويا ريت لو وصلتوا لحد معايا هنا لحد هنا يعني متنسونيش بقى من اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة. ويعني ربنا يا رب يرخي قوتنا وقوت المسلمين جميعا، وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام